احلى موظف في اسكندريه، ملك الجمال اسكندريه، السو حبيبي. اسماء الجميله. حبيبي قلبي يا نور. شايفين القمر؟ شايفين القمر يا ولاد؟ انتوا اللي على قمر. الحرام ما في حلاوه كده. وكلهم خايفين من نظرتك انت. هي دي عايزك كل شويه احنا في البث كده تعمليها. كله خايف هعديها منها. لكم. اه آه، نهى بتقول لك مساء الخير على الحبايب. ولوجين مساء الفل بتقول لك مسا عليهم. مسا. وحشوني بيقولوا اصلا. لك بيقولوا لك بنحبك يا سمسمه يا قمر. بموت فيهم. الناس اللي زعلانه ان انا هطلع بنات حلوه، آه، شايفين ان انا بعمل حاجه وحشه. يعني هطلع البنات دي ليه؟ بيعملوا ايه اصلا؟ ايه آه، الوحش فيهم؟ مش عارف. ناس كتير مشيره البوست بتاع البث المباشر ومش عاجبهم الكلام، ومش عاجبهم البنات مثلا. مش عارف ليه. ان شاء الله ما يمكن عشان عجبهم. بقدم لكم. يمكن عشان بقدم لهم نماذج حره مستقله، قدرت تعمل حاجه في حياتها، قدرت تعيش زي ما هي عايزه، محدش غصبها على حاجه. هقدم لكم نموذج قدر يشتغل، هقدم لكم نموذج قدرت تسافر بره تكون نفسها وتعيش مستقلة، هقدم لكم نموذج لكاتبة، هقدم لكم نموذج لدكتورة. ناس عملت حاجة في حياتها، يمكن تاخدوه مثل أو قدوة ليكم بدل اللي بتشوفوه في الإعلام، اللي تقول لك الست ملهاش غير بيتها خليكي. وجوزها. أيوه، خليكي تحت رجل جوزك. جوزك هو الفرعون. النماذج اللي انتوا بتشوفوها والنماذج اللي بتشوفوها في جيرانكم حواليكم وبتاخدوها قدوة ليكم، دول مش قدوة، ودول مش ستات. الست زيها زي الراجل، كائن بني آدم، مستقل من حقه يعيش حياته براحته. إنسان له حرية، له مش تابع. مشاعر. بالظبط يعني. انتوا شايفين نفسكم أقل من كده، أوكي براحتكم، بس ما تروحوش للناس اللي بتقدر تواجه وبتقدر تحقق نفسها وبتقدر تعمل حاجة في حياتها وتشوفوهم ناس وحشة أو ناس بتعمل حاجة ملهاش لازمة. فالنهاردة هقدم لكم أسماء كنموذج. واحدة عايشة في مجتمع كل البنات اللي فيه بتتحارب، ما بتعرفش تمشي لوحدها عدل، بيتم التحرش بيها، ما بتعرفش تتعلم كويس، ولو اتعلمت كويس بتتجوز وتترمي في البيت. لا وظيفة كويسة ولا احترام، بتقعد في البيت تخدم اخوها، وبعد ما بتتجوز كل شغلتها بتخدم برضه في البيت جوزها. الخدمة. خدمة بس، انت موجودة عشان تخدمي بس، لا تشتغل ولا لها فلوس مستقلة بتاعتها، ولا تعرف تجيب حاجة لنفسها. لما جوزها يتفضل عليها ويبقى يجيب لها أهلا وسهلا. طب انا عايز اشتغل، لا ما بتشتغليش، ما عنديش واحده تشتغل، كأن الشغل ده معيبه، كأنها هي طلعت تشتغل حاجه حرام. اختلاط بالرجال. اه، مع ان الرجاله بيشوفوها في الشارع. ما علينا. لوجين بتقول لك انت منوره قوي. النبي انت اللي وياسو، عسل. ياسو بتقول كبر دماغك يا اسلام وعقليات متاخره. ياسو دي واحده ست مدرسه مكافحه، تخلص مدرستها تطلع في محل بتاعها. دي نماذج عايزين نقدمها لكم. واحده تربي عيالها، بتروح وظيفه، غير الوظيفه فاتحه محل تكسب منه بعرق جبينها، مش قاعده مستنيه راجلها يصرف عليها. يصرف او ما يصرفش هو واجبه ولازم يعمله، بس لو ما صرفش، لو حصلت مشكله، لو توفى لا قدر الله، تشحت ولا تروح فين بعيالها؟ فهو ده اللي بنقدمه لكم. وبرضه يا سلمى اسلام سمير مع اختيار الست. يعني لو هي دلوقتي حبت ان هي ما تشتغلش مثلا وتقوم بدور البيت، بس تبقى براحتها. براحتها. بالظبط، مش مجبورة. براحتها. ايوه. البيت عامل زي كفتين كده، انت هتجيب الفلوس وانا هشيل لك البيت، واحنا الاثنين مش شايفها ان هي اقل منه عشان هي ما بتشتغلش مثلا. بالظبط. انما الراجل بيقصقص ريشها، ما يخليهاش تشيل فلوس، ما يخليهاش تشتغل عشان تفضل محتاجالي. انا عايزها محتاجالي عشان ما تقدرش تبعد عني، عايزها محتاجالي عشان اهلها يقولوا لها لا ما تجيش بعيالك. هو الراجل بيحسبها كده. ودي نماذج كتير بنشوفها، ما حدش يقول لي ما فيش الكلام ده. لا انا راجل كويس، لا راجل انا بصرف، لا احنا بنشوف نماذج كتير. انا راجل محامي وشفت في المحاكم ازبل الرجال، وشفت ازبل ستات برضه، شفت الاثنين. بس الرجالة اكتر الرجاله اكتر، عشان هي الرجاله بكتير. اللي في ايديها القوه، اللي في ايديها القوامه. احنا اللي ما اديناها حدش القوة. احنا اللي سيبنا آه ما لهم. حد ما حدش بيقول له انت غلطان، ما حدش بيقول له انت راجل خاين، انت راجل بخيل.
لو واحده راحت لامها تقول لها انا جوزي راجل بخيل وما بيصرفش عليا، استحملي، البنات كلها كده، ما حدش بيجيب لها خدوهم حقها. فقر. اه. نانسي تقول لك احلى منوفي واحلى فيمينست، نانسي احمد صديقتك الصدوقه. يا روح قلبي يا نانسي. وسلمى الجميله، انا برضو مستقله عن اهلي من 5 سنين وانا دلوقتي 24 سنه، برافو عليك. ماشي يا سلمى، نموذج، برافو عليك يا سلمى. نموذج فخورين بيه. نفسي كريم البنات كلها علاء، تبقى كده. كريم علاء بيقول زيك كده ديوس، ماشي يا سيدي انا ديوس. شفتي عشان بتكلم عن عن الست ان هي تبقى مستقله بقيت كنت ديوس. عايزة اقولها لك ان انت يعني نوع نادر، اه. الباقي هيشوفك ديوس انا ديوس عشان عشان سايبها مراتي بحريتها، فاهم؟ ست قويه، ست بتشتغل. لا، عشان اديتها حريتها. ما هو انت لازم تبقى شاكم، عشان انت لو ما شكمتش هتتخان اه. مم. انا عايز مراتي تبقى عايشه معايا براحتها وبمزاجها عشان هي عشان انت بتحبني، لو لا بالظبط. ده غلط. لا قلة هي لازم ثقة تعيش بالنفس، معاك غصب عنك. قلة ثقة بالنفس. اه عقد ونقص. انا بقوة صاحبتك. القانون، بقوة الدين، بقوة حاجات كتير اه قوي. لازم تفضلي محتاجه للراجل، لازم تفضلي تحت طوعه. مفيش اكيد. كمان. هي في حدود وليس حريه مطلقه، طبعا مفيش حاجه اسمها حريه بحدود، الحدود دي مين اللي حطها؟ حضرتك، انت اللي هتحط لها حريتها. لازم حريه مطلقه بمزاجها. مين ياسو بتقول اللي اه عبيد. بالظبط يا ياسو، هم عايزينكم عبيد، اقعدي جوزك ما يصرفش، اقعدي جوزك بيضربك، اقعدي عشان خاطر عيالك، هم ده اللي هم لا عايزينه. لا، زمن العبودية عدى خلاص. اه. انا فخور بكل ست وبكل بنت بتشتغل وبتعمل اللي شباب كتير ما بيعملوهوش، قاعدين على القهاوي بياخدوا مصروف من ابوهم او من امهم، ممكن يبقى يتيم اب بس ما بيشتغلش، قاعد امه اللي بتصرف عليه من معاش ابوه. انا بتقول لك سبورت سمسم انت قويه اصلا. هنا. اه انا صديقتك. هنا حبيبتي يا هنا. وجه لها تحيه عشان مستنياكي، كل بوست بنكتبه انا مستنياها صاحبتي، انا فخوره بيها. وفلة كانت عايزة تيجي، عايزة ابعت لها اللينك. ابعتيه لها لو الموبايل التاني معاكي. نسرين الخولي بتقول فين نهى؟ نهى ده برنامج خاص بيا، نهى بكره. ربنا يخليك يا نجوى، انت اللي منوره يا جميله. حماده عيسى منور يا حماده، صديقك برضو كان حبيبي مستنيكي. حمادة، الزملكاوي. اه. مساء الخير يا احمد يا جمعه، منور يا حبيبي، ربنا يخليك. ماشي يا نهى، حاضر، هتعرف عن نفسها وهتقول لك سنها وتعليمها وشغلها وكل حاجه يا نهى. والراجل ما بيصرفش اسمه ايه وسايب المسؤوليه على مراته، ده اسمه ايه؟ هو مش راجل، ده مش راجل من اساسه. ده ما ينفعش تقول عليه راجل، ده كائن نطع، نقول عليه نطع مثلا، نقول عليه شبه راجل. يا ريت تبقى تقولوا لنا الحالة الخاصة اللي قدامك يا نسرين عن الراجل اللي زي ده. اسلام الست اللي بتمسح السلم كانت بتعيط النهارده مضروبة من جوزها اللي قاعد في البيت مستني فلوس السجاير، اقسم اه بالله اه بتمسح وهي بتعيط. اه بتحصل كتير. هو ده راجل كويس بالنسبة لهم، انما اسلام بالنسبة اه لهم راجل بالظبط. ديوث وابن كلب. هما لو قعدوا شوية شافوا نفسهم ايه، ما بيواجهوش نفسهم بالحقيقة. ايوه. ولو واجهتيه ينكر بحقيقته ويقول لك انت هتكسب. هيهرب. هيهرب، هيحط دماغه في الارض، في الرمل زي النعام. منورين يا امارات، ربنا يخليك يا روني. روني من روني، اسكندريه برضو حبيبة قلبي تسلم عليكي. اسكندرانية. ربنا يخليكي يا زوزو، زوزو زوزو، الشندويلي من طبعا. اصدقائنا. ساعة روقان. ايوه دايما ده انا حاضره حافظاهم معانا. كلهم. هبعت للناس برضو، عايزين نبعت البث للناس اللي كانت عايزه تحضر. عرفينا، قول لنا اسمك يا اسماء، قول لنا عندك كام اسمي سنه، اسماء. تعليمك ايه، اسمي عشان اللي اسماء مش عارف. احمد، 36 سنة. تمام. برج الميزان. آه... ليسانس اداب تاريخ.
ابتديت في الماجستير، عملت السنة التمهيدي بس ما خلصتهوش، وعملت دبلوم التربوي. اشتغلت مدرسة ولقيت نفسي مش عارفة أتعامل مع الطلبة، خلقي ضيق وعصبية. نزلت سيلز شوية، اشتغلت في السيلز شوية. دلوقتي خلاص هسافر بره البلد، ماليش قاعدة في البلد. والله احسن. انا لسه كنت هسألك في الحلقة، انت رأيك ايه في موضوع السفر للبنت، تسافر ولا تفضل قاعدة في لا مصر طبعا، أنا عندي ولا؟ صحابي كتير مهندسين وطلع عينيهم بره الشغل واستحالة يرجعوا تاني، مش عادي. هيرجعوا يعملوا ايه؟ مفيش حاجة يقدروا يرجعوا لها يعيشوا عليها. روني بتقول لهم شايفين بنات الاسكندرية قمر وعسل ازاي ده وجدعان؟ انت اللي حصل. قمر يا روني. عبده منور يا عبده. جوجل مصري، لوجين هنا برضو، لوجين. لوجين ما بتفوتش، دي صديقتي لوجين حبيبتي. فلتت من حنين النهارده. حنين زعلانة مع البوي فريند وقافلة عيني. الاكونت. لسه مطمن عليها النهاردة، هي كويسة. هي كويسة بس نفسيتها مش حلوة عشان اما متخانقة اشوف مع البوي احمد. فريند. بس للأسف المرأة غالبا هي عدو المرأة، وخاصة المرأة المصرية الأكثر تدينا وأكثر حصل. رجعية. أنا موافقك يا نجوى، حصل. موافقك جدا. ومن الكومنتات اللي بشوفها ومن الشيرات اللي بشوفها حصل الكلام ده. ربنا يخليك يا اسماء محمود، انت اللي منوره يا حبيبتي. جميله. وزوزو بتحب البنت الشاطره اللي مش محتاجه راجل يسندها. برافو عليكي. هي هتسند نفسها عشان لما تلاقي راجل مناسب ليها تعرف تختار صح، بالظبط. مش اي راجل. صديق. دميانة جت، الحمد لله على السلامه يا دميانة. هيدرا بتقول نأمل ان يكون لقاء مثمر ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله. جوجل مصري بتقول انها اه ناقصينك، بجد. كنا عايزينك. ان شاء الله. بس ده برنامج خاص بيا، هنواجه فيه مشاكل البنات. آه، اي واحده عندها روني برضه مشكله عايزه مثال تطلع الست تحت القوية، امرها. لازم اي يتعمل لها واحده. حلقة لوحدها دي. بالظبط طبعا. ليلى انا هستضيفها هي تقعد في تقول الأوضة لنا التانية تجربتها وانت صادق. بالظبط يعني. هطردها تقعد بره واعمل معاها لقاء. هنحاول نساعد اي بنت عندها مشكله، اي واحده عايزه راينا، مشكله عاطفيه، مشكله حياتيه، هنستقبلها مفيش مشكله. تبعت على الخاص لنهى او تبعت لي او تبعت لاسماء صديقتنا. آه، هنقدم نماذج لبنات قدرت تنجح، قدرت تستقل، قدرت يبقى ليها شغل كويس، واجهت التحديات في الأول. مفيش حاجة بتيجي بالساهل، مفيش حاجة بتيجي سهلة، في صعوبات، في وجع في الأول. مساء الفل يا داليا، منورة يا جميلة. ربنا يخليك يا أحمد، أنت اللي منور. فدلوقتي النموذج اللي معانا النهاردة نموذج هنشوفها هي قدرت تواجه إيه قابلها في البلد دي، زي تحرش مثلا. نشوف هي واجهته إزاي، زي بعد ما اتخرجت اشتغلت شوية وما اشتغلتش، بتشتغل دلوقتي ولا لا لأ. لا، بس انا خلاص ماشية ان اه. شاء الله بعد رمضان. هي عايزة تسافر بره. أحلامها إن هي عايزة تسافر وتحقق نفسها بره. ده برضه من أصعب الحاجات اللي ممكن بنت تعملها. ده الرجالة بترمي نفسها في البحر اه. عشان تسافر، فالبنت تخيلوا مدى الصعوبة اللي بتبقى فيها. يعني مش هتروح ترمي نفسها في البحر طبعا عشان تسافر. أنت دلوقتي يا أسماء حالتك الاجتماعية إيه؟ أنت لا لا، سنجل ولا متجوزة ولا وما مخطوبة؟ ما اتجوزتش قبل كده. خطبت كذا مرة بس ما توفقناش عشان خاطر تحكماتهم برضو الذكورية بتاعت تلبسي ايه وترجعي امتى وتكلمي مين وما تكلميش مين والتفاهة دي. لازم تتحجبي، دي أول حاجة والله بيقولها وحتى لك لو قالوا أكيد. لي يعني عادي، لو الحجاب مش فارق معاهم، لا بيبقى في حاجات تانية. معانا هبة بتقول، هبة الرفاعي. هبة برضه نموذج هقدمه لكم. واحدة عسل قدرت الهبة دي. تسافر الإمارات. هبة عسل، عسل. قدرت تسافر الإمارات واتغربت وهي بنت لوحدها، لا أب ولا أخ ولا أم ولا أي حاجة. قدرت تسافر وقدرت تشتغل. نموذج ناجح لبنت قوية. مكافحة، شريفة، قوية. هقدم لكم النموذج ده. انتوا زعلانين ان انا جبت لكم اسماء وجبت لكم هبة وهايدي اللي مسافرة هولندا لوحدها. دي انتوا زعلانين. بالكاتبة.
زينب، يعني جايب لكم نماذج قدرت تنجح. يمكن تشوفوا حاجة كويسة، يمكن أهاليكم لما يشوفوا البنات دي برافو. يحاولوا حاجات يعاملوكوا كلها كويس. بصراحة تفرح القلب. يمكن تقولوا لأهاليكوا يعاملوكوا كويس. هبة بتقول البنات نفسها يا جماعة كل تعليقاتها بتدفع كل البنات بجنان إنها تتجوز، تعيش باراشوت، يتفننوا إنهم يحطوا شوكولاتة على الخرق، يلزقوا بقى كلمات القوامة للراجل والست خلقت تتدلع ومبررات للبرشطة. ربنا ما خلقش أي إنسان يقعد مبرشط وحد تاني يصرف عليه إلا الأطفال والحيوانات الغلبانة، لأن الاتنين ما يعرفوش يتولوا مسؤولية نفسهم. صح. غير كده كل مخلوق لازم يصرف على نفسه ويعتمد على نفسه، وإلا هيعيش ملطشة وضعيف. صح؟ صح. زي نوال من لا السعداني. بالظبط، من لا يملك قوت يومه لا يملك حريته ولا كرامته. ومش عايزين يتعلموا من أخطائه ومقاسي ملايين الستات اللي اتلطمت وعيالها اتدمروا ونفسيتهم ماتت، أو تم الغدر بيهم وقتلهم. بالظبط، الاي تي ام باظت والراجل يخلع أو يهرب. حتى لو بالظبط. لو مات مثلا. نسرين بتقول نصيحة: ما تخافي إلا من الله وانجحي وسيبك من كل كلام الناس. فعلا. ما بخافش غير منه اصلا. مازن بيقول ابويا اتخلى عنا واحنا صغيرين انا واخواتي وراح اتجوز، والدتي اللي اتكفلت بينا عمرها ما حرمتنا من حاجه لحد ما كبرنا، ومعيشينها ملكه. ياما اتعاملنا مع ستات وبنات سواء في شغل او في دراسه وشايلين مسؤوليه رجاله بشنبات ما تقدرش عليها. مين اللي قال ان الست دايما لازم تبقى تحت طلوع الراجل؟ ليه ما يكونش سند لبعض؟ افرض الراجل طلع نطع زي ابويا، الست تعمل ايه؟ هو ده اللي بنقوله، هو ده اللي بنقوله يا مازن. احنا عايش. فخورين بوالدتك، فخورين بيها فخورين وتتشال بيها على جدا. الراس. قفل التعليقات عندي يا زوزو، معلش ادخلي عند نهى هتلاقي التعليقات مفتوحه. انا قافل التعليقات عندي، معلش اعملها للفريندز بس عشان خاطر البنات اللي عندي الشباب بيخشوا يضايقوها، فانا مش عايز حد يضايق حد من صحابي. حاضر يا نهى، حاضر. لوجين بتقول برافو. اسماء بتقول انجلينا جولي العسل بتاعتنا. والله احلى من يا انجلينا جولي. والنبي والنبي ده انت اللي قمر. والنبي عسل يا اخواتي. حبيبتي. البت ليلى برضو خلي بالك قمر، حاجه ليلى. كده. ليلى فين؟ ليلى ما جاتش. ما هي بتقول لك انجلينا جولي بتاعتنا. يا روح قلبي يا ليلى. في سؤال كانت نهى بتساله لك، بتقول لك مم. هل بابا وماما بيتدخلوا في حياتك بقوة أو بيتحكموا فيكي؟ كان. كانوا الأول. وأنت لحد سن كام مثلا؟ بص انا ما كنتش مراهقه سهله، يعني كنت مراهقه مقرفه أنت متمرده شقية. طول عمري. مم. مم. فهم كانوا بيخافوا عليا، مش تحكم، خوف. لحد ما شافوا ان انا ما يتخافش عليا، ومع الوقت ابتدوا خلاص يسيبوا لي حريه. انا كان ماما رافضه موضوع السفر ده تماما، دلوقتي هي اللي بتشجعني. برافو، وبرافو اللي أنت قدرت مم. تقنعيها. في اه لا أمهات هي لا أنت ما بتشجعني تسافرش. تماما. مم. طيب أنت دلوقتي عندك 36 سنة صح؟ مم. بتواجه إزاي اللي يقول لك أنت قاعدة لحد دلوقتي من غير جواز؟ حد من قرايبك إيه ده أنت بقى هتبوري، أنت هتعنسي؟ بتواجه الكلام الفاشل الضعيف ده إزاي؟ بصوا انا مش عايزه اقول، بس هم كلهم بيحسدوني. بالظبط. بجد هم كلهم بيحسدوني والله العظيم. أو الحرية يعني اللي أنت فيها. اتطلقت، في اللي اتطلقت اتجوزت وهي صغيره واتطلقت وقاعده بتربي بنتها مثلا، وفي اللي قاعده تحت تحت طوع حد، مش بحريتها خالص. لا انا شايفه ان هم كلهم بيحسدوني بجد. حقيقي هو دلوقتي اللي قاعد من غير جواز هو اللي يتحسد مش اللي اتجوز، بالنسبه بجد للظروف اللي احنا فيها، بالنسبه بجد للمشاكل اللي بنشوفها. فردوس صديقتي بتقول انا بحب البنت المكافحه اللي دايما بتحاول تثبت نفسها، وخاصه المغتربين لان نظرتنا للحياه مختلفه، بس الحياه صعبه بجد. فردوس دي مسافره السعوديه بطولها لوحدها، يا حبيبتي بتشتغل وقايمه بشغل الرجاله ما تقدرش تقوم بيه. برافو دي عليك. نموذج برضو المفروض برافو تعرفوه. عليك بجد. نموذج بيسافر لوحده، لسه صغيره في السن، ما جابتش تلاتينات وقدرت تعمل نفسها. برافو عليك يا حبيبتي. وهنا بتقول اصلا اسماء اكتر حد بيجي لها عرسان. انا صاحبتك. يا حبيبتي. مفيش احلى من السنجله والله. زوزو بتقول بالظبط يا زوزو والله. بالظبط. انا كان رايي ان الواحد يعيش سنجل طول عمره بعد كام تجربه، بس نهى ضحكت عليا. نهى
مثال اه للسند او الصديق لحد اخر العمر اللي انا بدور عليه. فعلا فعلا والله، هي مش علشان مراتي، والله العظيم عارفه، انا بجد عارفه. بتشرف ان انا غير ان هي مراتي، انا بتشرف ان انا عرفت ست بالقوه وبالاخلاق وبالمبادئ دي. وانا كمان بجد انا مبسوطه جدا بمعرفتها. ست قدوه صاحبه جميله جدا. مكافحه، عملت نفسها بنفسها، بريئه، بداتها سلسه، فيها اه كل الصفات الجميله. بدات حياتها وهي طالبه في الكليه، مم. واقفه بتبيع مستحضرات تجميل في محل. مرت دلوقتي بصعوبات منصب. كتير. دي نماذج ده المفروض تشوفوها، قدوه، تتعلموا منها. دي قدوه. البنات تحطها قدامها وتحاول ان هي تبقى زيها. لوجين بتقول انا لو كنت لقيت اللي ينصحني بان الجواز مش اهم حاجه في الحياه ما كنتش اتجوزت خالص. او معلش، كانت عملت نفسها قبل ما تجربه تتجوز على مريتي الاقل، بيها، زي ما اسماء بتعمل اتعلمي فيها دلوقتي. خلاص. اسماء هتسافر تعمل نفسها، ولما ان شاء الله تعمل اللي في دماغها تبقى تتجوز او ما تتجوزش براحتها اللي هي عايزاه، بس ما حدش يمسكها من هنا، ما حدش بيصرف عليها. نورة لا، بتقول لك وحتى حبيبتي لو جين خلاص تجربه ومرت بيها وما تحطناش نهايه الحياه. ما تقفيش عندها يا لوجين، ما تقفيش، الحياه طويله، عيشي حياتك يا بنتي. ارمي ارمي. سامح بيقول لنهى انت الزوجه المثاليه. هي ايه رقة ورقي اسماء دي بجد، ليدي قوي في نفسها. ليلى بتقول لك، ليلى بتعكسك قليلة الادب. والنبي ليلى دي العسل. طب قولي لنا التحديات اللي كانت بتقابلك في المجتمع ده، ايه الحاجات اللي مش عاجباكي فيه؟ الحاجات اللي مش عاجباني في المجتمع ولا اللي واجهتني؟ لان انا اللي اعتبر واجهك. ان في تحديات واجهتني. ما كنتش بقى فتعرفي. ما كنتش بحط لها حساب عامه، يعني عمري ما حطيت لها اي حاجه حساب. برافو عليك، انت دماغك كبيرة، انت دماغك عالية. اه، اللي انا عايزاه بعمله حتى لو الدنيا خربت بعديها، بس هعمله. دميانة بتقول لليلى بعيدة عن اسماء، هم كلهم عارفين اللي هي عايزة تشقطك. لا يا حبيبي، ما تخافيش يا دميانة، ليلى طب انت تبعنا. واجهت تحرش قبل كده يا ايه؟ اسماء؟ واجهت تحرش قبل كده؟ اه، بس مش تحرش باللمس لفظي وبفشخ. امم احكي لي. اللي باللمس مثلا، اختي اصغر مني اتلمست. يعني اهل الولد اللي اتحرش بيه جم بسوا ايدها وايد بابايا عشان اميره تختزل عن المحضر. راحت برافو، رحت على طول شالته هلا محضر. بيلا، قسما بالله لمت عليه الناس شالوه هلا بيلا على الاسم. برافو برافو بنات اسكندريه، والله العظيم برافو عليكم. فظيعه. فردوس بتقول الجواز مهم، لكن لما الانسان يحس بالامان، وطول ما الست حره ماديا معايير اختبارها تختلف كليا، والناس عمرها ما هتعرف ده. برافو صح. عليك يا فردوس، صح. حبيبه محمد بتقول انا بعاكس اسماء برايفت الحمد لله عشان حبيبه الفضيحه. كمت. طيب، ازاي بتتعاملي مع الرجاله في مجتمع زي المجتمع المصري المحافظ اللي بيحكم بالمظاهر؟ انت مش محجبه في المجتمع بصي، ده. الفتره ايه الاخيره ايه كذا بنت من جيلي واصغر كانوا محجبات وقلعوا طرح. دلوقتي لا، تمام. الحجاب ابتدى يقل شويه، او على الاقل في محيطي في اسكندريه حتى اللي كانوا محجبين ابتدوا يقلعوا. فما شايفه ان هي فيها مشكله في ابتدوا حريتهم هم. حرية. ابتدى التفكير بتاع اللي جه عندنا في السبعينات والثمانينات يقل شويه. طب كويس، دي آه، خطوة كويسة والله. مش ده، الحجاب مش رمز ان الواحدة هو هي مؤدبة ولا مش حرة. مؤدبة يا هي عايزة جماعة. تلبسه هي ده حرة، مش شرط. عايزة تقلعه هي هي حرة. حرة بالظبط. براحتها. بس هو مش دليل على حاجة، مش دليل انها محترمة او مش محترمة. دلوقتي نهى بتقول لك لو حبيتي شخص وطلب منك لا، تلبسي الحجاب هتعملي ايه؟ طب ما انا حبيت عادي. مش هتوافقي.
مش بس هتوافقي خالص كده خالص على طول، انا ما حبيت لا. يعني لو قال لك وانا انا ما او بحبش قوي اصلا. من بره بس كده. برافو ما عليك عشان ما بطلهمش. تصدمنيش. طيب انت نفسك تهاجري لبلد من البلاد المتقدمه، ولا نفسك ان مصر تبقى دوله متقدمه وتفضلي فيها، او دوله زي ما بتحلمي، او او تبقى زي تبقى البلاد مثلا زي المتقدمه؟ ايام شادية وفاتن حمامة. والله كان شعبي شيك كان نضيف. زعيم الشرق الاوسط. لسه كنت بقول لنهى كده، كنت كانت بقول لها المملوكة مصر بتاعت المنطقة كانت بتصرف على كلها. الشرق الاوسط كله. كانوا لسه كنت بقول لها كانت مصر هي اللي بتصرف على الشرق الاوسط كله، بالعرب بافريقيا باللي حواليها دول لحد كانوا بيجوا من اثيوبيا. البحر كانت عوم مصر اللي عشان بتصرف على الناس، يشتغلوا هنا في مصر، زي اللي بيسافروا بالله. عشان بالظبط كانوا اليونانيين والايطاليين اه بيجوا مصر والله. يشتغلوا جرسونات. انما هم دلوقتي عاجبهم حال مصر دلوقتي، عشان مصر بقت ملتزمه وبقت لابسه حجاب. هو ده كويس عندهم، واحنا جعانين مش لاقيين المادة ناكل. التانية في القانون هنعمل ايه؟ اه. هل انت انت شايفه ان المصريين طبعهم الحشريه في حياه الاخرين زياده؟ اه طبعا. ده طبع في اه المصريين. طبعا. ده تعريف الشعب المصري. ننصحهم بايه الناس؟ ننصحهم بالجماعه الحشريين، او ان انت حاجه مش عاجباك في شخص يتلهوا على مالكش دعوه بيه يا اخي. انت مش عاجبك اسلام، بالظبط. ما تتشغل بنفسك. انت مش عاجبك بس اسلام، مش انا مثلا عاجبك مش اسلام عاجبني عشان استضيف الاسلام، انا اسماء. ببلج انت بالظبط. ولا بعمل. البوست اللي انا عامله، البوست اللي انا عامله هستضيفك فيه ناس مشيراه بيقولوا علينا تافهين، دمنا طب تقيل، وهم مش كانوا لاقيين حاجه فاكرين نعملها. بيعملوا ذرة مثلا؟ احنا مش لاقيين حاجه نعملها. ايوه، انتوا بتعملوا ايه؟ بتقدموا ايه للناس، او بتقدموا ايه لنفسكم؟ مش عاجبك اسلام، انت مشير بوست اسلام ليه وبتشوف صفحته ليه؟ انا مش ضايفك عندي. او انت اللي بتشيري ومش عاجبك الكلام ومش عاجبك ان انا هستضيف بنات، بتشوفي محتواه ليه؟ انا مسحك من عندي. انا في واحده انا مسحها من عندي، عامل لها ديليت، مشيره البوست وبتشتم. طيب فين انا دول؟ مسحك، انا مش مش عايز بيسأل. اشوفك، مسحتك من سؤال. انت بتشوفي ليه بقى؟ انت بتدوري ورانا ليه وبتشيري ليه وتعب قلبك ليه؟ صرمك بيهري ليه؟ مش عاجبك اسماء، مش عاجبك اسلام، ما تتفرجيش. ليه بتصيحي؟ ليه عايزه تعملي ليكي راي وانت تافهه مالكيش راي؟ انتوا لازم تعرفوا حقيقتكم يا بيضرب جماعه. بإسلام. انتوا تافهين، انتوا تافهين، لازم تعرفوا حقيقتكم. او انتوا ايه اللي بتقدموه؟ ما احنا مش عاجبينكم. انا راجل بشتغل وموظف وفاتح بيت، انت بتقدم ايه اللي كانت بتشير فاتحة وبتشتم في الكيسان في اسلام؟ العالم عملت ايه في حياتك؟ ولقيتنا اتضايقت. يعني اه بستضيف واحده اختها تعرضت للتحرش وعرفوا يجيبوا لها حقها. يمكن لما تتعرضي للتحرش تعرفي تجيبي حقك زيها. ما اعرفش ايه المهم اللي انتوا قاعدين بتعملوه، فمش عاجبكم اللي احنا بنعمله. مش فاهم ليه الحشريه بقت اسلوب حياتكم، ولا الجو نفسه. احنا وان انتوا بنتسلى بتدعوا اصلا، هم التنوير. مالهم. بيدعوا التنوير مفيش تنوير وبيطالبوا في مصر. بالحريه، مفيش بس في تنوير نفس في الوقت مصر. بيصادروا على بي... بيصادروا على حريه الناس اللي بتمارس حريتها. انا راجل حر، مراتي ست حره، صديقتي حره، هم بيصادروا حقنا في ممارسه حريتنا. مش عارف ليه يعني. في ناس حشريه لازم تتدخل، على راي اسماء ما بتقول. ايمان السقا، الدكتوره ايمان السقا الجميله بتقول: يا اسطى بتبيع فكره، هم ايه اللي تعبهم؟ ما يروحوا لبتوع صح. كبسوا كبسوا. صح. فعلا والله. ايمان يا سقا، جهزي نفسك عشان انا عايزك في دكتورة حلقه إيمان تنويريه. دي فظيعة، جميلة جدا. برنس، برنس البرانيس. بصي بموت فيها، اللي حته عملته مع بونبونايه عسل، بنتها ولا واخده الدنيا على حاجة تتدرس. يدرس. اه عماد موريس بيقول: موضوع جميل وهادف يا اسلام، برافو عليك، ربنا يخليك يا عمده، تسلم. اميره بتقول: عشان مش بيمتلكوا الحريه فلازم يسلبوها من غيرهم. ايمان يا سقا، نهى عماله تبوس فيكي في التعليقات، انت مش شايفاها ولا ايه؟ بوسيها عشان عماله تبوس فيكي بقى لها نص ساعه. بتقول لإيمان السقا: عسل نحل اورجانيك اه اطفى والله. اولى، بتعكسها.
ايمان السقا هتطلع بس مباشر تشرشح كمان شويه، بستنى ما نخلص احنا البث وبيطلع عشان نتفرج عليك ونشاركك. كلهم عايزينك اهو يا امان، بيقولوا لك اطلعي حلقه كمان. كنا بنتكلم عن الحشريه والناس اللي بتطالب بالحريه وبيصادروا على حريه غيرهم او تصرفات غيرهم. يا جماعه انا حر، احط حاجه، احط اللي احطه على الاكونت بتاعي، استضيف اللي انا عايزه، اتكلم في اللي انا عايزه، دي صفحتي. مراتي تنشر اللي هي عايزاه، تنشر دروس، تنشر هزار، تعمل اللي هي عايزاه، دي صفحتها. بكل هدوء. مش عاجبك امسحنا او اعمل بلوك، ما يا عم تغلطش. ولا يغلطوا ولا يعني يغلطوا. حاول تبقى بني هو ادم، وبنطالبهم يبقوا بني ادم، هم مش بني بني ادمين ادمين اصلا عشان اسوياء، نطالبهم ولد او يبقوا اسوياء. بنت. والله برافو عليك. نهى بتقول العبيد صح. لازم يكرهوا الاحرار فعلا. إيه النماذج اللي بتعجبك في المرأة المصرية الناجحة؟ شفت مين في السيدات المصريات واخدة قدوة ليكي، أو شايفاهم اللي هم قدموا حاجة كويسة؟ يعني الفترة اللي أنا عشتها نوال السعدية وسوزان مبارك. برافو عليك. سوزان، أنا قلت لنهى، أنا بحيي سوزان مبارك جدا جدا الكتاب كان جدا. بجنيه، كان موجود كتاب كبير دلوقتي ب اه، جنيه، كان بجنيه. أنا كنت طفل في الإعدادية. سوزان مبارك كل القرى عملت اه، فيها قصور ثقافة، مهرجان القراءة للجميع. أو بتجيب قرية، قرية كبيرة في وسط قرى فقيرة، تعمل فيها قصر ثقافة للقرى دي يروحوا فيه. أنا كنت طفل في الإعدادي، مش طفل، كنت بقى فترة المراهقة في الإعدادي. آه، الوسائل اللي كانت موجودة دلوقتي، النت والموبايلات والكلام ده مفيش زمان طبعا. ما فإحنا كناش الست مش هتعرف تخلع جوزها، كانت هتفضل قاعدة في أيوه، المحاكم قانون مستنية الخلع. إن هو يقول لها أنت طالق. كنت بتروحي أي مكان تجيبي شقلة كتب كده ببلاش إلا ربع، تقري فيها وتتعلمي منها. كنت بروح قصر الثقافة وأنا عيل، في جناح للأطفال، في حاجات تعلمهم وألعاب، وجناح للكبار، كتب ومراجع، اللي بيعمل ماجستير، اللي بيعمل دكتوراه. كل ده كان موجود في أصول الثقافة اللي بتتقفل ولو دلوقتي. مش مقفولة بتتقفل، كلها بتتقفل. فالكتاب بيستخدموها طبعاً. مش في متناول إيد الجميع. اه، كتاب بقى ده دلوقتي اللي بيطلع يألف صفحتين بيعملهم أقل كتاب ب بمبلغ. 200 جنيه دلوقتي. اه، مش فاهم ليه يعني هيقدموا لنا ايه بطلنا في الكتاب؟ نجيبهم يا أساسا ريت. خلاص، اللي جاب جاب. خلاص، اللي ذاكر ذاكر. نهى بتقول لك، تفتكري لو الفقر دخل من الباب، هل الحب بيهرب من الشباك؟ هل الفقر بيأثر على الحب او بينهيه او بيخلي مم. العلاقة فاشلة؟ اه طبعا. انت لو مريتي بتجربة زي دي، انت لو لقيت ان هو بيعافر عشان عايز يغير الوضع هكون معاه، انما لو لقيت هتساعديه؟ ان هو مستسلم لا طبعا اكيد هقرف منه يعني. اكيد محدش عايز يعاشر بني ادم سلبي يعني. لا وبعدين كتر الاسى بيعلم الجفا، هو انا هفضل عايشه ليه فقيره وقت ليه وانا ايه القرف ده؟ برافو. طيب لو اتقدم لك واحد اصغر منك ب10 سنين زي تجربتي انا ونهى كده، لو توافقي؟ نفس التقارب الفكري اللي بينكم ماشي، مم. وده مش متاح بسهوله يعني. نوادر حاجات كده، نادرة. بالنسبه مثلا لسني هيبقى عنده 26 سنه، هيبقى في تجارب كتير ما عملهاش. لا اعتقد انه هيبقى صغير قوي. لسه مخه صغير، صح. 26 سنة أصل لسه ما عداش حتى حتة النضج، ممكن 5 سنين أوافق مثلا. بتبقوا نفس الجيل لو 5 سنين، نفس الجيل، انما 10 بتفرق جيل شوية. بالظبط، مش تلاتينات وعشرينات، ممكن أربعينات وتلاتينات الاتنين كبروا. ايمان السقا بتقول على الحشريين هنبص من الخرم. أنهي خور؟ اسأليها هي بقى، انا خرم يا دكتور. نجوى عطية بتقول، صديقتنا نجوى بتقول، نفسي أعرف تركيبة مخ الرجل المصري. أنا أرملة من فترة طويلة، وأعول أولادي، مديرة في عملي، ومع ذلك أولاد الذكور بيتعاملوا معايا على إني عورة، مع إني في شغلي بتعامل مع رجالة كتير، ولما يجي عامل في البيت لإصلاح أي شيء أولادي يقولوا لي خش جوه. بس أنا قاومت وحاسة بتغيير بس بطيء. أنت لازم تقاومي كده، أنت بني آدم، أنت مش عورة. أنت بتقول أنت ست مديرة.
هما بيتأثروا من زمايلهم على فكرة. بيتأثروا من المجتمع المحيط ومن صحابهم ومن قرايبهم. حاولي تغيري فكر هما أولادك الأول، مالهمش عشان دعوة. هيتعبوا زوجاتهم وبناتهم بعدين. أنا عندي بنت بعلمها كل حاجة. عايزة تتعلم سباحة، روحي يا حبيبتي اتعلمي. عايزة تتعلم برمجة، روحي يا حبيبتي. أمها اللي هي طليقتي بتخليها تعمل اللي هي عايزاه. احنا عايزين نطلعها بنت سوية، شايفة نفسها بني آدم له كيان وله معنى وله لازمة في المجتمع، مش تابع، مش عورة، مش مداريها، مش مخبيها. هو العامل اللي هيخش البيت هيشوف مراتي او هياكلها، ما هي واقفة وانا واقف. ايه المشكلة يعني؟ طب لو حصل حاجة هما مش موجودين، مين اللي هيلحق؟ هتقول لي لا ما حدش يخش عليا بيتي؟ ما هي رجالة اللي يفضل هتلحقك الحاجة برضه. بايظة. اه، ما مش فاهم الناس بتتعامل كده ليه. طب نهى بتقول لك لو واحد اكبر منك ب 20 سنة اتقدم لك، مش عارف. مبدئيا يعني لو انت ممكن تحب شخص اكبر منك ب 20 سنة؟ لو حبيته طبعا هوافق، انما لو قدم يعني لي لا. لو حبيته هوافق. يعني يبقى عنده 56 سنة وانت 36. عادي. في مثال للرجالة اللي كل ما بتكبر بتحلو أصلا. هو شوجر دادي. شوجر دادي شوجر دادي، ايه المشكلة؟ مش مشكلة جوجل خالص. مصر بتقول جوجل مصر بتقول ما العامل هيشوفها في الشارع بالظبط. لا، في البيت هشوفها في بقى الخلوة. مش فاهم يعني هي الستات لما بتنزل في الشارع بتستخبى بتتدارى؟ ما هم بيشوفوهم في الشارع يا جماعة. هي بني آدم لحم ودم زيك، ايه اللي فرق يعني؟ فرقت في مش ايه؟ عارفة. بصراحة مش عارفة. ليلى أنا عمري ما بتقول ركزت مع اعرف كلام الأفكار دي. ليلى بتقول اعرف واحدة صاحبتي جوزها حجب بنتهم وهي عندها 12 سنة. مش عارفة تتصرف ازاي معاها 12 سنة يحجب فيها ايه هي اللي مش عارفة متخلف ابنه تتصرف ازاي متخلف. يعني. هي مش عارفة تتصرف ازاي. هي بنتها على فكرة. هي دلوقتي ما ينفعش تقول رأيها في بنتها علشان هو الراجل اللي انما لو سابهم وطفش عادي، هو ما غلطش ما عملش حاجه وهي تشيل المسؤوليه. عادي بقى. هي كده يبقى لها راي، مش تشيل هي المسؤوليه. أنا شايفة إن الأم هي اللي بتبقى ليها انت القرارات اللي أقوى لبناتها كمان من الأب بكتير. انا بنتي عندها 12 سنه، حد يجي يقول لي حجب بنتك وهي عندها 12 سنه؟ اما هي بنت تكبر حرة، تبقى عايزه هي اللي تتحجب تقول. تتحجب. انما 12 سنه حجبها؟ ده ليه التخلف قرف. ده؟ عماد موريس بيقول يا اسلام ما تنتظرش من العبد انه يفكر بمنظور الاحرار، هم اتعودوا على الخنوع والرضوخ، وعلشان كده انا مؤيد جدا لموضوع النقاش اليوم. عايز اقول لاي بنت اوعي تتجوزي قبل ما تحققي ذاتك، اوعي تبقي تابعه لحد ولا رضخه. بعد تحقيق ذاتك فعلا نظرتك للجواز هتكون مختلفه، لانها مش مبنيه على تلبيه احتياجاتك، بل هتبقى تكافؤ وحب حقيقي مش مصالح. برافو عليك يا عمده. صح يعني. نهى بتقول الناس عامله دماغ دين، بيتبعوا بس. الدين بينقح عليهم كل فتره والتانيه طب ما بس هي على البنت. تتزوج. ما هو الدين ده يعرفوا علاقة الدين على العبد الست. بربه عادي. لا، وهم بيعرفوا الدين بالظبط بس كده. قصاد الست. يعني هو لو شاف واحده مش مش محجبه او لابسه لبس مش على مزاجه، انت هتروحي فين من ربنا؟ طب وانت؟ لا، وانت هو هتروح فين عادي، من هو راجل. ربنا؟ انت كامل مكمل. اه انت لا، كامل هو مكمل ما راجل. بتغلطش، انت اللي معلش. هتهرب من ربنا هتعرف. راجل بقى. طبعا غلطته عادي يربي هيستغفر. دقن. طيب انت بتقولي انت كنت في المراهقه شقيه ومحدش بيقدرك والكلام ده. هل لا. انت ندمانه على لا. حياتك اللي قبل كده او لا الاخطاء اللي انت خالص. عملتيها؟ فخوره انت بكل العجيز خطأ اللي عشان اتعلمت عملتني. منه، صح؟ هي اللي عملت اسماء. انت مبسوطه بنفسك؟ انت شايفه ان انت ما حدش بيأثر عليكي، ما حدش عندي تجارب كتير بيسوقك؟ تخليني دلوقتي مش سهل يضحك عليا، مثلا مش سهل حد يلعب دراستي. عندي افكاري اللي انا عملتها عن تجاربي وعن قرايتي، محدش فرضها عليا، محدش حطها في دماغي وقال لي هو ده الصح وهو ده الغلط، لا. انت علمت نفسك، وكونت اتعلمت من مبادئي انا، اخطائك. بتاعتي انا. برافو عليك.
دميانة بتقول هنا في اسكندرية كذا مرة يحصل تهجم على بنات في الشارع والمواصلات بسبب الحاجات ومن ضمنهم فين يا بنات دنيا؟ مسيحيين فعلا. فين يا المسيحيات دنيا؟ أكتر فين بنات فين؟ فين يا بتتحط في دنيا؟ مواقف. إيمان السقا بتقول لك أنت عملت إيه يا بنت وأنت هقول لك صغيرة؟ بعد. اسكتي بقى، ربنا حليم. هقول لك ربنا بعد. حليم ستار بقى سقا. شيرين ويليام بتقول الراجل ما يعبوش إلا لا مؤاخذة، وده كمان اصلا مش موجود. اه فعلا الراجل ما يعبوش. خلينا ساكتين بقى. اه. الله حليم ستار برضه. ماشي يا شيرين، متشكرين على الإضافة يا شيرين. نهى بتقول لك الخطأ هو المعلم آه. الأكبر. برافو عليك يا نهى. لازم تمر بيه، لازم. طيب انت لما تيجي تتجوزي يا اسماء او اي بنت تيجي تتجوز، ايه الاسس اللي ممكن تحطها تدور فيها تشوفها في العريس او في الشخص اللي هي عايزاه؟ يبقوا صحاب. ايه اللي يبقوا نفسك صحاب. تشوفيه في فتى احلام؟ صحاب بجد، يعني اللي هم قبل ما راجل وست، لا صحاب. مش هنفضل طول عمرنا عايشين الحب بالمفهوم بتاع الكلام الرومانسي. لا، صحاب قاعدين لما نكبر هنفضلوا، مش هنزهق من بعض. أفكارنا واحدة، حتى لو في اختلاف ما بيننا ما يبقاش اختلاف مضر، اختلاف يخلينا نتقص في بعض كده يعني. ايمان ايمان السقا بتقول لك نصيحتي والله ما أنا بصي، تتجوزيش. لوحدي كرهاهم أصلا. هي كده كده مضربة عن الرجالة اصلا يا سقا. ايمان السقا بقت سنجل ماذر وناجحة في حياتها، لا فمش لا عايزة لا، دي رجالة حاجة خلاص. شخصية جميلة جدا بكرة تحب جدا، والأم الفظيعة. رشا موسى رشا الموزة اللي هستضيفها القمر. الاسبوع الجاي. بتسلم عليكم يا جماعة. رشا دي من ما تتخيرش على الأسماء كده، حتة عسل. فظيعة زي سنجل القمر. مذر، ناجحة، بني آدمة، تربي عيالها، ما شاء بتشتغل بال الله. 18 ساعة، راكبة عربية، مشترية شقة. نموذج هقدمه لكم. هو مش عاجبينكم البنات اللي أنا حطيت لكم صورهم، أنتوا شايفين إن ما بيقدموش حاجة. هقدم لكم نموذج أهو. بتربي عيالها لوحدها، منفصلة عن زوجها، بتشتغل أحسن من الرجالة اللي قاعدة ما بتشتغلش، اللي قاعدة على الفيسبوك يشيروا ويشتموا. شيرين ويليام بتقول الجواز في مجتمعاتنا بيبقى حكم إعدام مسبق. مش كله يا شيرين، يعني في ناس عايشة يعني عشان العيال. لا، هو حكم إعدام فعلا. أنا هوافق. رشا موسى بتقول أنا هوافق لو ظابط، بس لازم إسلام يكون موافق عليه. هو أنت هتتجوزها من غير موافقتي؟ لا وهيوافق ده اللي ده، انت كده مش ناقص. هتتجوزي يا رشا. مش هيوافق. لما أشوف يستحقك ولا ما يستحقكيش. وأنا أصحابي يتجوزوا كده من غير أنا ما أعرف ليه؟ شرابة خرج. لازم يجي لي وأعمل كشف هيئة. عادل أسيبكم إمام. كده تتجوزوا عادل أي حد. إمام. آه. مروه مصطفى بتقول رابطه السنجل ماذر. انا اصحابي كلهم متطلقين، يا اما مش عايزين يتجوزوا. نفدت. عماد موريس بيقول ايمان شخصيه جميله وقويه بجد، صديقه رائعه ونموذج مثالي فعلا. بكل المقاييس. ايه اكتر حاجه بتحبها في اسكندريه والاسكندرانيه يا اسماء، بما انك من اسكندريه؟ انا بحب اسكندريه فشخ. انا نفسي في امنيه حياتي ان انا اعيش مدينة في الرمل. اسكندريه. هنقول ايه؟ ما في رابط كده في اسكندريه اه. بينها وبين اللي بيروحها. انا رحت مدن ساحليه كتير. واحلى من اسكندرية. كنت رمضان اللي فات في ابو ظبي هنا. بس هي اه اسكندرية تحس فيها سحر احلى غريب كده. فعلا. ما انا عارفة. اه والله حتى فعلا. انا منها عارف وساعات ليه؟ بحملها، يعني انا قاعدة فيها اهو انا ببقى بحملها. ماشي، وانا ماشي من اسكندريه رايح مروح بقى بيبقى يوم امم. صعب، يوم حزين، وانا سايبها وماشي كاني عارفة. سايب حته انا مني. بعشقها. يعني انا الحاجة الوحيدة اللي مزعلاني اني هسافر، اني هسافر ايه أكتر؟ اسكندرية. في واحد اسمه خالد الديب بيقول انا متابع البث وملاحظ انكم بتتكلموا وتردوا على بعض بالافكار العجيبه بتاعتكم، والكارثه انكم مقتنعين ان ده صح. حرفيا الجاهل لما يعني طب يتفلسف بتبقى متابعها كارثه. ليه؟ بصوا متابعها الدين لو ليه؟ مقتنعين بيه لنا اوامر الدين حط لنا يا عم مش اوامر ونواهي حاطين. نلتزم بيها. عدم اتباعكم للاوامر تكونوا معترفين انكم مش ملتزمين او مش مقتنعين بالدين، لكن تجيبوا العيب في الدين وانه السبب في الضياع اللي احنا فيه، فدي كارثه. احنا ما جبناش سيره الدين اصلا في حاجه.
من اصله. احنا ما جبناش سيره الدين اصلا، احنا بنتكلم في حريات شخصيه. انا ماليش دعوه باللي الدين امرك او ما امركش بيه، انت تعمل اللي الدين امرك بيه وما تعملش اللي هو نهاك عنه. يعني انت الحاجه اللي انت شايفها صح اعملها، واللي انت شايفها غلط اعملها، هو انا حاجة ماليش حاجة فيه. في الدين أصلا. وبعدين انا مش بكلم مسلمين، انا مش بكلم مسلمين بس، انا بكلم مسلمين ومسيحيين وملحدين، انت مالكش فيه، فدي حاجه ما تخصكش انت. انا مش خليه بكلم حد باسم يروح الدين يعمل حاجة خالص، تانية. ما بقولش سيبوا الدين، بس روح اعمل حاجه مهمه اسماء بتقول لك. والله اللي زي خالد دول بيخشوا في بيقولوا له خش نام البرايفت يا يبعتوا باشا. حاجات مش كويسة. ايوه، ما انا لسه كنت هقول اهو ده هيخلص وبعدين يخش الاسماء يبعت لها يقول لها انا خلينا عايز في حاجات لا مؤاخذه، أنا على المالي وهو افتحي كده الباب. بينصر الدين بتاعه. الدين قال لك غض البصر، ايمان السقا بتقول له فعلا ايه اللي مدخلك عندنا عند الناس قليله الدين وقليله الربايه دي. نساءهم حلال لنا. رشا موسى بتقول بلاش الناس اللي رافضه الافكار دي، بلاش الناس اللي رافضه الافكار دي يدخلوا اللايف. فعلا انت داخل ليه؟ رشا بتقول يروح يضيع وقته ويغسل المواعين. ايه اكتر حاجه بتكرهها في اسكندريه؟ طيب بما انك بتحب اسكندريه، من في بعد حاجات بتكرهها في 2011 بقت اسكندريه؟ زحمة أوي أوي. مم. زحمه بالقطر شالوه اسكندريه اكتر حاجه دلوقتي بتكرهيها؟ عشان هيعملوا معرفش ايه. ف... اه. فالدنيا فوق بعضها بقى، المشوار اللي بيوصل في ربع ساعة تاخده 3 ساعات. انا كنت بشوف ان وانا راكب العربيه عشان اجي مثلا من محطه الرمل مثلا للعصافره، اه بخبط لي 4 ساعات. بس زمان ما يعني كانش كده. المشوار حاجه بسيطه. اما كانت المعموره تعتبر هي الحاجه الوحيده اللي معروفه في اسكندريه، كانت اسكندريه فاضيه مفيش ماشي. حد. ليلى بتقول ما يروح يضرب 10 مع نفسه. جدع فكرة برضه. الله يحرقك يا ليلى، هتودينا في داهيه. اسكندريه في الشتاء بس، يا ماني سقا في بتحب اسكندريه في اسكندرية الشتاء فظيعة في بس. الصيف تقرف. رشا بتقول عمري ما رحت اسكندريه غير يوم صد رد. احنا ان شاء الله لما ننزل مصر يا رشا هاخدك ونروح اسكندريه نقابل اسماء ودميانه والناس اللي نغم. في اسكندريه كلهم، عشان انا نفسي اشوف اسماء. انت ليك بقى حته مين؟ صاحبه يا بنت اسماء مين؟ مزه بقى، انا عايز اشوفها. فل طنطا. فل فله، ده انا بروح لها طنطا مخصوص. حته عسل، حته بروح لها سكر، نفسي مخصوص. اشوفها. امانه عليكي لما اجي. خلاص هي طنطا اه قريبه ليا، انت وطنطا جميلة جدا جدا، لما من المدن اللي لما بحبها اجي جدا جدا. اه بحب طنطا فشخ، وكنت بروح اقعد وانا هناك في فندق قعدت بانوراما، فيه هتلاقي برضه. فل عارفاه. في الروف. كنت بروح فندق بانوراما، بروح الكافيه اللي في الدور ال 13 مم. في الروف ده. رهيب. احلى جو. هي شيرين ويليام من اسكندريه برضه بتقول لا لا ما شفتك شتاء ولا صيف. طب يلا اتعرفوا على بعض خلاص نتقابلوا كلنا. وتقابلوا. نوها بتقول لك تفتكري فعلا ان صدمات الماضي بتاثر فينا في الحاضر والمستقبل؟ هل يعني الصدمات دي بتبقى عباره عن تروما بقيت اه. حياتك، اه بتفضل طبعا. معلمه؟ وبتعمل لك زي ترس، بتعمل بتحاولي. لك زي مشكلة كده في الثقة، ما بتخليكش تعرف ما عنديش أنا سهل إن أنا ما بثقش في أشخاص أصلا خالص. اه بسبب حاجات اللي حصل حصلت قبل كده في معينة الماضي. أثرت فينا طبعا، خلتنا مش لا ما عندناش ثقة في حد. بنتعامل بس بحدود، بتحفظات. رشا موسى بتقول كل دي نسوان هنخرج معاها، مفيش ولا راجل غيرك يا اسلام. انا لو شايف ان حد هيحافظ عليكم زيي هجيبه، أقنعتنا. انما مفيش. اه. بذمتك يا رشا حد هيحافظ عليك زي اسلام؟ اعترفي حياة عيالك يا شيخ. لوجين بتقول الصدمات بتتحول بالظبط. لدروس وعبر. الله عليك يا لوجين لما بتتكلمي. لوجين صاحبة صاحبة فكرة الاسم. البرنامج ده يا جماعة، صاحبة الاسم. قالت لي استضيف بنات يا اسلام وصاحبة اسم البرنامج، فانا بشكرها، وان شاء الله نستضيفها مرة.
يمكن مش عايزه تطلع بوشها منها جميله وكده هنحسدوها. فمش عايزه تتحسد، نبقى نستضيفها وهي لابسه. محمود بيقول يبقى خدنا معاك يا اسلام اسكندريه لما انزل مصر ان شاء ان شاء الله. الله. ماشي يا سيدي. ورشا رشا بتقول لا صح اقنعتني. بذمتك يا رشا حد بيعاملك حلو زي اسلام؟ حد بيحافظ لا عليك وخايف عليك زي اسلام؟ مش انت اما حد بيكتب لك في الكومنتات انا عايز اصاحبك او عايز امشي معاك بتقول له روح قول للاسلام لا الاول من ثقتك فيا؟ آه، نهى بتقول ازاي الواحد يتعافى من صدمات الماضي يا دكتوره ايمان؟ ما هي دي لما استضيفها بقى يا نهى، هي مش في التعليق. تخش معانا يا ايمان، انت فاضيه تدخلي معانا شويه؟ تعالي عندك مانع تعالي يا تدخلي يا دكتور، سو؟ تعالي خلينا نتعلم منها. ممكن تدخلي معانا يا ايمان فاضيه؟ بس ظبط النت يا ايمان ما يعملش زي الحلقه موسوعة بتاعتك عشان ما موسوعة دكتورة إيمان ازعلكيش. بجد والله. لو فاضيه يا ايمان ادخلي معانا، احنا خلصنا، انا خلصت تلقائي اسئلتي. لو حد عايز يوجه سؤال من المشاهدين يوجه سؤال لاسماء او يوجه لنا سؤال، انا موافق. ما فيش مشكله، اتفضلوا احنا متابعينكم. ايمان بتقول 10 دقائق بس نلحقك يا ستي، هبعت لك انفيتيشن اهو على طول ماشي. للبث. اللي عايز يسال في حاجه يا جماعه يسال، اللي عايز يسال الدكتوره ايمان في حاجه يسال. نروح لايمان يا السقا. بعتلك يا ايمو بقالي ساعه بقول مسافره فين. انت هتسافري فين يا اسماء؟ يمكن مش عايزه مين اللي تجاوب يا بيسأل؟ ستي. هقول لك يا دميانه دنيانا برايف. هتقول لك برايفت. محمود بيقول انا اول مره اتابع صفحتك، محتواك جميل يا اسلام ومبروك اول الحلقات. ربنا يخليك يا حوده، منورني والله العظيم على راسي من فوق. على راسي يا حوده. نهى بتقول لك الدنيا بارده في الصبح اسكندريه لا، دلوقتي. بس بالليل بتسقع. شيري شيري مجدي، شيري يا جماعه حبيبة كانت في قلبي، المستشفى وتعبانه جدا. سلامتك سلامتك. الف سلامه عليك يا شيري. بطلي قهوة شوية يا بنتي. هو لسه كنت هقول عندها قرح في المعده مبهدله لها قلليها معدتها. طيب يا شيري. دكتورة القمر. اهلا ايمو، اهلا ايمو. قلبي العسل النحل حبايبي الكبير جه. والله انا العسل يعني النحل. مش عارفه اقول لكم قد ايه قد خدي. ايه انا مبسوطه وبحبكم كلكم. جميلة. شربتي ولا لسه يا سعاد؟ وحشتينا. ايه؟ شربتي حشيش ولا لسه؟ عملتي ايه يا منيله؟ تعالي كله. خشي في الخاص. خشي في الخاص. آه طب اشمعنى دلوقتي البث حلو من عندك يا امان يا شرفتي عشان شرف؟ انا فيه. قلبي يا رب. طبعا حبيبة كنت انا وانت بس لازم يقطع طب كده. انا عايز استضيفك. لا معلش انا عايز ما انا بس. صارفه ومكلفه، معلش. انت ما بتدفعش. ما مش انا قلت لك. مش انا قلت لا لك. هو النتورك كان الفترة اللي فاتت فيه مشكلة و... فودافون قطعت خالص، قعدت نص يوم تقريبا ما فيش لا اتصال ولا شبكة ولا أي حاجة، فتقريبا كانوا بيحسنوا الخدمات بتاعتهم. ها السؤال بقى عشان ألحق أجري طيب انت بسرعة. تظبطي فين السؤال؟ يا نهى بتقول لك ازاي الواحد لا ما يتعافى احنا من قلنا ده صدمات بقى الماضي لازم والترومات اللي ندفع، بتحصل له. دي لازم دفع، ده كده ما ينفعش سؤال كده. أول حاجة يعني أنا هقول لكم صدمات الماضي أساسا زي ما قلناها المرة اللي فاتت. اول حاجه تحترم حزنك كويس قوي وتقدره كويس قوي، اوعى تعمل ديناي لفكره ان انت مش موجوع، لا انت موجوع لان انت كنت صح. صح. تاني حاجه برافو. تبتدي تدور على ثقتك في نفسك اللي اتهزت. طبعا انا بتكلم على العلاقات العاطفيه عموما او يعني او اي علاقه. تدور على ثقتك في نفسك اللي اتهزت من ان اللي قدامك ما قدركش، من ان انت ما كنتش كفايه عليه، من ان انت ما اديتش في العلاقه دي كويس، من ان انت كان ممكن تقدم حاجات تانية، او ممكن كان ان انت ترجع. يعني برضو فكره ان انت تقدم كتير
او ان انت ترجع لما شفت في ريد فلاجز. الحاجتين برافو. دول مهمين جدا. اوعى تحس بان انت ريجريت، بندم. انت عشت رحله كويسه، حلوه وحشه. انت بتبقى طالع بالعربيه مسافر رايح اسكندريه، على ذكر اسكندريه، ممكن يكون الطريق جميل جدا لغايه لما توصل، وممكن الطريق يبقى فيه عواصف وشفناها كتير وبيتقفل. صح ممكن من اول ما تيجي تدور عربيتك تلقى جابت موتور مثلا. صح فهي دي العلاقات، دي العلاقات. ايه اللي بيحصل في الرحله دي؟ حصل اللي حصل، سواء وصلت او رجعت من نفس الطريق. تملي بنقول ايه؟ احنا كان ممكن لو وصلنا او مشينا بالعربيه كانت ممكن انفجرت بينا. دي نفس فكره ايه؟ ان انت لو كنت كملت في العلاقه دي، لا كانت هتسوق بيك اكتر، كنت هتتبهدل اكتر. برافو. لان انا بتكلم مع ناس علمانيين اكتر، او فكره انه يعني من مختلف الاديان ومنهم ملحدين، فناس هتقول لك ان ده قضاء ربنا وانه قدر الله ما شاء فعل، وناس هتقول لك نشكر ربنا انها جت على قد كده ويمكن ربنا مش مرتب وهيرتب لنا الخير اكتر. وممكن نقول ان ده حمايه من الماتريكس مثلا، ده للملحدين. ده للملحدين، برافو. ده ماتريكس. فانا بنكلم كل الاطياف. فاوعى تندم، انت عشت فتره هتتحاسب عليها، هتتحاسب عليها انت مش حد تاني. روحك اللي يعني عشت هتحاسبك الفتره انت. بنفسك على انك عشتها، كسبت منها ايه؟ حتى الغلط. برافو. حلوة قوي الجملة دي، بيقطع. حلوة قوي الجملة دي. دي بيقطع الفيجر من سبيتش عندك يا امان. كل بيقطع. سامعيني كويس؟ ايه هو احنا كده سامعيني؟ سامعين اهو. طيب الفيجر سبيتش بتاعتي اللي هي حتى الغلط لازم تعمله صح. يعني ايه لازم تعمله صح؟ يعني تبقى عارف ان ده غلط، وان هتعرف ان هيجيلك لوم عليه كتير، وهيجيلك من ناس كتيرة تنتقدك، وناس كتيرة هتشوفك مش كويس، وهتدي فرص لناس بتكرهك. ما هو لو واحد بيحبك في 10 بيكرهوك. هتدي فرص لناس كتيرة بتكرهك انها تستغل اللي انت بتعمله ضدك. كل ده انا عارفه صح وهكمل. ليه؟ عشان don't feel regret، ما تحسش بالندم. فحتى لو هعمل غلط انا هعمل الغلط وانا مقتنع ان هو غلط، ما تلبسش الغلط تبقى صح. اصل انا ما كنتش ما واخد تقنعش بالي. نفسك بالكذب. ما ايوه كنتش واخد لا انت عارف كويس ان ده غلط، وعارف ان اللي هيترتب عليه كل الكلام ده المشكلة. برافو. دلوقتي بيقولوا لك دلوقتي احنا محتاجين الدكتورة ايمان بصفة مستمرة تطلع لايف. مين يا ده؟ ريت. مين ده؟ مين ده؟ روجين ادهم. ادفعوا لا مش رجالة. كبس انت بتدور على رجالة على طول. كبسوا. الاسد يا ابو نواف، هو ايه حكايه الاسد الفيل ده؟ مش عارفة. دميانة بتقول لك دكتورة ايمان لازم تطلعي كل فترة لينا، قد ايه كلامك لبق ومنظم ومرتب ومفهوم. حبايبي اهو هارت. مش معنى انت اللي بيطلع لك عندك هارت ما بيطلعش عندي ليه؟ اهو. معلش بقى الناس مقامات. ما اعرفش، اصل انا يمكن مش متعود ان انا بدي هارت، انا بدي بالشبشب روحي بقى. اعملي كده وروحي على الشاشة بايديك. حركيه. اعمل ايه؟ احرك ايه اكتر من اهو؟ اكتر من كده اعمل ايه؟ ترفع البتاع. مع ان انا الهارت بتاعي احلى. طب كده اوكي؟ لو كده كده اهو يخرب بيته. هو متعود على عارف لو طلعت فردة شبشب هتلاقيه بيضرب بالشبشب. ايمان ما بتطلعش هارتس اصلا. جوجل مصري بتقول لك انا هديك 500 بجرة بس تحضري معانا. كلهم عايزينك. انا هعمل حلقة، بص يا امان انا هعمل حلقتين، يوم الخميس حلقة ونختار يوم تاني يبقى بتاعك. ما هو هتلاقي يا هاني يا اسلام، هتلاقي انه المواضيع خلصت، ابتدت لا لا لا، الأسئلة جديدة المشاكل كل أسبوع. المشاكل اللي موجودة يا امان كتير. عيني. حاضر ماشي نرتب
نرتب يوم فانزاتك الجمعة. نعم. فانزاتك ومعجبينك عمالين يبعتوا يبعتوا يبعتوا. قلبي 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 نهى قلبي. نهى بتقول لك بحبك. وانا بعشقها بعشقها. امبارح كنت عايزه اخش اتخانق معاها وانتوا الاثنين في اللايف يعني، بس ما قلت بلاش. هتطلع لك ما بكره فوزتنيش يا نهى. انا على فكره كتبت انا اعرف حتشبسوت. انتوا بتهزروا. انا مش ع- وتاريخ المفروض كنت اكسب عشان حتشبسوت دي. هي قالت لي ايمان اللي هتكسب وانا قلت لها جوجل اللي هتكسب. لا انا لحقتها، بس على ما كتبتها كان في حد فاز. جاوب. بس كون ان انا عرفتها، انتوا بتهزروا. ده تاريخ يا جماعه. انا في التاريخ علاقتي بيه زي الصيني بالظبط. هي كانت علمي علوم يا نهى، علمي. ما يا كانتش حبيبي ادبي فما. يا حبيبي. انما شاطرة اسماء أوي. هي اللي هي اللي كانت تاريخ، لا دور بس تاريخ او تربيه تاريخ. دي جنرال نوليدج يا اسلام. كونك انت ما تعرفهاش ده مش معناها ان هي حاجه يعني ديب سيكريت يعني. جوجل بتقول لها ما حدش يفكرني بالبث عشان هي خسرتني، كنت متراهن مع نهى على 100 درهم وخسرتهم يا عيني. بسببها. بنته كانت تايهة أصلا، البث خلص وهي لسه مستنية السؤال. دي حقيقه. اه كانت عايشه في ميه بطيخ في البث. عموما انت جو اهيد وطلع بنات وما يهمكش. الناس المؤمنين بطبعهم. حضرتك في قنوات اسلاميه كتير، انا ممكن ادي لك اسامي كتير قوي منها فيها رقابه. وبالمناسبه انا لسه شايفه على التيك توك واحده منتقبه، وده يعني مع احترامي للستات المنتقبات، بترقص في استوديو تصوير. استوديو مش عايزه تصوير. تطلع بوشها فلابسه لا لهم هي نقاب. منتقبه. لا هي منتقبه في فرح، يعني هي في فرح اه وبترقص في استوديو تصوير، لانه المكان باين ان هو استوديو العروسه والعريس تقريبا بتصوروا جوه، دول من اهل العروسه او اصحابها بترقص. الجميل في الموضوع ان الراجل اللي هو واقف في الاستوديو بيسلم الصور واقف ورا الكاونتر في ظهرها. بيتفرج عليها، بيتفرج على مع اي الحلويات. إيمان تتحدثون يعني؟ معلش. وعلى فكره انا مش معترضه على تصرفها خالص. على فكره دي حريه شخصيه، هي في الاول وفي الاخر بني ادم. اللبس ملوش علاقه باني انا جوايا روح شكلها ايه. ما هو انا معاك اهو. لما طلعوني ببدله رقص قلت له انا بخرج يعني، لو نزلت في صفحتي تحت هتلاقي دريس كده، انا بخرج كده يعني. ما انت مال امك يعني، مش بيعملوا محتاجه لها صور فيك ببدله رقص، رقص. مع انا انها هي فساتيني بتلبس فساتين افجر. سوري. فساتيني افجر منها. مش فاهمه يعني. هو الفكره علشان معلش يا جماعه اللي من الارياف يعني ما يزعلش مني. الفكره ان هو مجتمع منعزل في الفلاحين، ففاكر ان تعمل حاجه زي كده هو كده بيضحك بقى. فضيحه. فضيحه المتطهر كانت على عام امبارح. انا اتفضحت بالكذب، بس ده في بقى فضايح بالداتا بقى بالمستندات. عايش اه. هلحق اجري لوجين بقى عشان هتلاقي لسه الفولورز عندي مستنيين الفضايح. جت جوجو على بتقول لك الجرح ارياف يا دي جت اسلام على الجرح يا فعلا. اسلام. هو عنده بلده. من حناكم. من حدانا في انت البلد. لازم تغير جنسيتك من المنوفيه دي خالص. غير جنسيه. كل ما والله. اتكلم يقولوا لي بص يا هذا اسلام، منوفي انا ويغرد. فعلا الفتره دي الشهرين 3 اللي انا مسكت فيهم ملف المنوفيه، لا ده انا ما كنتش متخيله ان في ناس كده المنايفة فعلا. اجرك الله، اجرك الله. و وقابلين بحاجات. انا واحده ست اهو. انا واحده ست، والمفروض ان انا خاف على اسمي وعلى سمعتي وحاجات كتير بلا 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 بلا. مش ما قبلتش ان ده يحصل. انتوا قابلين وساكتين. خايفين من ايه؟ خايفين على عيالكم؟ ما هو انتوا بيتحكم في إيه؟ لا مواضيع كبيره. خلصوا عندكم حصلوني على اللايف لان النهارده ايه. البوكس واقف بظهره بره. لا يا دوبك. هخلص على طول اشوف ايه الكلام. ايدي واجي تنوروني. اقول لكم ماشي باي يا باي. حبيبي. ماشي يا منى. تصبحوا على خير.
انت انت من من اهله أهله. حبيبي. وحشتينا امتى بقى الحبه دول يا الحلقات سوسو. بتاعتها؟ لازم نعرف لازم نتابع الحلقات بتاعتها. هعمل لها اعلان وهبقى احمل حتى اللايفات اللي هي بتعملها عندها على صفحتها وهنزل اجزاء شغال منه ان على شاء الله. صفحتك حياه ودموع بتقول من نور يا اسلام، ربنا يخليك يا منى، ربنا يخليك يا عسل، ما تحرمش منك، ده نورك. ليلى بتقول الانحرافات الأخلاقية والجنسية بتبقى بكثرة جدا جدا في الفلاحين. هو موجودة في كل حتة، يعني هم الفلاحين مش خلق لوحدهم، بس هم عندهم ثقافة الحشرية شوية، ثقافة ادعاء التدين، وهم مش متدينين ولا حاجة، هو ادعاء بس. أنا كنت عايش في الفلاحين، لا متدينين ولا يعرفوا حاجة عن دين ربنا، ولا يعرفوا حاجة غير إنه هو يلبس مراته جلابية واسعة مبهدلة، يا اما يلبسها الحجاب، هو ده التدين اللي يعرفوه. انما يدي اخواته حقهم في الميراث، اخواته البنات لا ما بيديهمش، ما هو ده برضه من الدين. يشوف ولاد اخوه اليتامى يخلي باله منهم، لا مع ان ده دين برضه يورث بس هو ما بس. بينفذ. اه. يصلي ما بيصليش، يصوم بيبقى في رمضان في عز الظهر حاطط الطبليه وبياكل قدام البيت. انا شفت الكلام ده في الارياف. الناس اللي بتحضر له الاكل. اه، فمدعين الفضيله دول يروحوا يشوفوا بلاويهم ويسيبهم ويفكهم من الناس اللي عايزه تعيش وعايزه تعمل حاجه. انا هفضل استضيف ناس نظيفه زي اسماء، زي الدكتوره ايمان، زي زينب محمد، زي هايدي عطيه، البنت اللي لسه في الثلاثينات، سافرت وعملت نفسها وبتفتح شركه سياحه في اوروبا، بنت لوحدها. زي واو. فردوس اللي عايشه في السعوديه لوحدها، بتعمل كل حاجه لنفسها، بتعمل كل حاجه لوحدها ونجحت، وما بيتقدم لها حد، هي اللي بتمسكه وتفليه وتشوف هينفعها ولا ما ينفعهاش، مش هي اللي تبقى فرجه العريس هيوافق ولا ما يوافقش زي ما بيحصل عندكم. بنت مش 18 سنه تاخدوها تجوزوها غصب عنها لاي كلب عشان تخلصوا منها وتقولوا هتتستر، لا ما بتتسترش، بتتاخد تتبهدل منكم، بتتاخد تحمل وتخلف وترجع لكم وتتقتل. متطلقه عيله. حرام عليكم. دميانة بتقول ما فيش زي دميانة مثلا بس لما اسافر. اه ان شاء الله، ما اسافر ما تهرب ان شاء الله. الخميس الجاي جوجو مين بتقول هيطلع معاك يا اسلام؟ ايه؟ الخميس اللي جاي مين هيطلع معاك؟ الخميس اللي جاي رشا موسى. رشا القمر هنستناها. مزة المزز. فضي نفسك الخميس الجاي يا رشا عشان تطلعي معانا زي سوسو كده. وجوجو المصري بتقول يا اسلام ده انا بيتقال لي عانس، مع ان ايه جوجو ده ده؟ لسه 24 ايه سنه ده؟ 25 سنه باين. بيتقال لها انت عانس في الفلاحين اه. فرشوط. سامح بيقول الناس دول لازم يفهموا ان المرأة مش عار يداروه فعلا. ال ال الست تلاقي بنتها خدت الدبلوم او خلصت الاعداديه، انا عايز اجوزها بص يا علشان سامح، اخلص هي من الست همها. اللي تقدر تغير الموضوع ده. مش الست، المجتمع كله لا لا، غلط، مش اصل البنت مقصورة، يعني لا لا مكسوره، مش يعني البنت مقصورة اللي يا في سامح. اعداديه وبيجوزوها. إيه... طب مثلا لو عيله في اعداديه وبيجوزوها في الفلاحين هي تبلغ هتعمل يا ايه؟ اسلام، تعمل دلوقتي السوشيال ميديا بإيه؟ لو عملت الموضوع ترند الدنيا كلها بتتقلب. المصادفه الحلوه اليوم ان العالمي للمرأة. النهارده اليوم فعلا. العالمي للمراه، حماده عيسى. نقول لكل ست يا جماعة كل سنة وانت طيبة، ودي فرصة أقول لنهى مراتي كل سنة وانت طيبة، أحلى ست في الدنيا، قمري اللي طلعت بيه من الدنيا سندي، أمي وأختي وبنتي وأبويا وكل حاجة. الست دي أنا مريت بصعاب كتير في حياتي، الست دي جات لي كتعويض عن كل الوحش اللي أنا مريت بيه ده في عشان حياتي، زمانها والله اتعلت العظيم ما جوه مجاملة. بس. وحياة بنتي، وحياة بنتي انا الست دي عوضي عن كل حاجه وحشه حصلت لي. انا ضحكتي رجعت لي لما عرفت نهى. انا كنت من الاكتئاب والوحده، بشتغل اروح البيت انام اصحى اروح الشغل من كتر الاكتئاب اللي انا كنت فيه، لحد ما عرفت الست دي، وبجد حياتي اتغيرت من بعدها. فانا بشكرها وبقول لها كل سنه وانت طيبه يا طيبة ست يا جميل. الكل. دميانة بتقول شكرا شكرا، ابعت لنا شوكولاته بقى.
ونهى بتقول بحبك يا سلام وانت. لوجين ادهم بتقول انا اتجوزت 24 سنه بسبب كلمه هتعنسي، مع ان كنت مكمله تعليمي وبفكر اعمل ماجستير، حطموا احلامي اللي بحاول اجمعها. 90% من بنات مصر كده، 90% كده فعلا بتبقى. وفي بنات بتهرب من بيتها، من بيت اهلها لبيت جوزها عشان قرفانه من اهلها، بس عايزه تخلص منهم عشان كتير معاملتهم جدا. الوحشه، عشان فاشلين. آه، بت بتفضل ان هي تشتغل خدامه في بيت جوزها من كسرة عن انها ترجع لقرف ابوها وامها. بس انتوا يا جماعه اللي بنتكم بتحاول تهرب منكم عشان انتوا فاشلين، انتوا مش اهل صح. وهتتحاسبوا عليهم. ولما تموتوا عيالكم مش هيقولوا الله يرحمهم، هيقولوا الله يفحرك يابا، الله يفحرك يما، زي ما بهدلتوني وما شلتونيش في عينيكم. انتوا خلفتوا، شيلوا مسؤوليه عيالكم، علموهم كويس، وقفوا جنبهم، خليهم حرين في اختياراتهم. هم بني ادمين لهم حريه زي ما انتوا لكم حريه تصرف. انت مش عشان اب وام دول بقوا لعبه عندكم او تاخدوا لهم قرارات حياتهم. لا، انت رسالتك في الحياه انت خلفتهم، تربيهم كويس وتراعيهم، لان الرعايه غير التربيه، لحد ما يبلغوا سن يقدروا ياخدوا قراراتهم فيه، وتسيبهم ياخدوا قرارهم وتفضل واقف جنبهم حتى لو خدوا قرار غلط، انا اعمل كده، عشان كنت مفيش ارجع حد ما لهم بيغلطش. بالمصيبه يحلوها عادي. بالظبط. انا ابويا كان يقول لي يا اسلام لما تعمل حاجه غلط، بتعمل النصيبه، بالظبط. اعملها وتعالى قول لي، اعرف الم وراك، يا ما اعرف لموا. الحقك من اللي انت فيه. ايوه، فيا ريت كل اب وكل ام يقفوا جنب عيالهم، يسمعوهم، يخلوهم وراهم في مشاكلهم. ما تخليش بنتك تعمل حاجه من وراك، ما تخليش بنتك تبقى عرضه للابتزاز من حد. لو حبت واحد ما تبقاش اخر الدنيا ان هي حبت واحد او غلطت. ما تخليش واحد يبتزها بصوره ليها كانت حطها على النت او حتى بعتها له. انت اللي تقول لبنتك لو حد بيبتزك حط صباعك في عينه وتعالي قولي لابوكي وتعالي قولي لامك، دي بتزيد علشان ان انت يلحقوك تيجي يقفوا تقولي لنا. جنبك. مش تروح تنتحر. ايوه، مش تروح تنتحر عشان خايفه منكم. مفيش حد ما بيغلطش، مفيش حد بيعملش حاجه غلط. في بنات ما بتبقاش عملت حاجه وبتفبرك لها صور وبتنتحر عشان خايفه من اهلها ومن نظره المجتمع. الموت بالنسبه نحاول لهم نغير اهم ده يا من ان جماعه، هم يواجهوا لاهلهم. يواجهوا اهلهم. فما تبقوش انتوا بالنسبه لعيالكم الموت احسن منكم. بس متخيله ما, ما, شكلهم ما عامل تبقوش ازاي، دي كده. اللي بيفضلوا الموت عن صح. الموت. فبنتكم هي مش عار، هي مش حاجه لازم تخلصي منها وتستريها. بنتك مستوره طول ما هي في بيتك، طول ما هي تحت دراع ابوها بنتك مستوره. يا مش بيت اسلام جوزها هو اللي الستات ستر. تحس بقوه، هي يا مش اسلام عريانه عشان الستات جوزها هو تحس اللي. بقوه، تبقى عارفه ان هي قويه بجد، ما تخافش من حاجه. صح. هتخافي من ايه؟ ما تخافيش من حاجه خالص، ولعي في الدنيا. ايه اللي هيحصل؟ صح. تنصحيهم بايه؟ انصحي البنات، كلمي البنات يا اسماء. انت دلوقتي قدامك البنات، عيشوا وجهيهم وجربوا بكلمه، قولي لهم واغلطوا وتعلموا اللي من في قلبك. غلطكم. مش عشان حد قال لكم دي حاجه غلط تاخدوه، لا جربوها عادي. لما تجربوها بقى وتشوفوا غلطها وتشوفوا ايه النتائج اللي حصلت ليها، مش هتعملوها تاني اقتناعا منكم. بالظبط، كل واحد بيتعلم من اخطائه يا جماعه. الناس كلها بتغلط، انتوا مش مش ملايكه عارفه، واولادكم ممكن اي حد شياطين. يخاف من ايه؟ اولادكم اعملوا اللي انتوا عايزينه، عيشوا. مش عارف. صح، برافو عليكي والله يا اسماء. يعني انا عيال هنا اهو. إيه، هنا لما تيجي مثلا ساعات بتخاف عليهم، وهي بتتفرج معرفش قفلت ولا لا، وتقفش عليهم، انا بزعق لها ما تقفشيش عليهم، سيبيهم. ايه ده، في ايه يعني؟ برافو عليكي. يتعلموا من غلطهم وهم بعد كده اللي هيعملوا تجاربهم. مش عشان بنت نخاف عليها والولد نسيبه يجرب. الولد يعمل اللي هو عايزه ويهتك الدنيا، انما بنت ندوس عليها ندوس عليها لحد ما نطلعها مريضه ومعقده، بالظبط. يا اما تغلط من ورانا. بس هو ده اللي المجتمع عايزه، هو ده اللي المجتمع بيتكلم فيه. زي الاخ اللي داخل يقول لنا الدين بيقول بتحجموا اوامر الدين، هو ونواهي. حد جاب روح يا عم سيره نفذ الدين؟ انت الدين انت مش بتاعك. عارفه كان عامله ازاي اصلا يا ابني. مش عارف. والله العظيم امبارح اسماء كانت بتقول لي انا بستعد عشان رمضان ده وبختم ناس، قران ده وعايز ناس اعمل مريضه. افضي وقتي
هي هتطلع تقول لكم انا هصلي بيني وهصوم في وبين رمضان. ربنا. والله العظيم الكلام ده حصل امبارح. بتقول لي انا كنا نطلع قبل رمضان لان انا في رمضان مش فاضيه، انا بختم القران وبصلي وما ببقاش فاضيه. ادي اللي داخل يقول لنا الدين ومش الدين، وهتلاقيه هو ما بيركعش وما برضه هو بيصومش. حر، بس ما يجيش ينظر على الله غور في داهيه. برافو تانجو بيقول انتوا ناس محترمين وفكره وثقافه محترمه، لكم مني كل التقدير والاحترام. ميرسي ميرسي، ما نتحرمش، شكرا. حد عايز يسال سؤال لاسماء يا جماعه؟ حد عايز يسالني اي حاجه؟ احنا معاكم لمده 5 دقائق عشان نختم. واسماء كده طولنا عليها، داخله في ساعه وربع، مع ان والله الواحد مش عايز يسيب القمر ده، عايز يفضل قاعد باصص له كده بس. والنبي حته انت مارشميلو. ونهى العسل قمر يا بجد. ناس، حبيبتي يا غاليه والله. هجيب لكم رشا الحلقه الجايه، حته قمر برضو يعني ملونه زي سوسو كده. اجيب لكم رشا بقى، ورشا ايه؟ رغايه بقى، مش زي اسماء كده ساكته وبترد على احنا قد هنديها السؤال، لا المايك لا وهي لا. تتكلم. اه وهي هتحدف بقى، هي اسماء بطبيعتها هاديه هاديه في نفسها وشخصيتها هاديه، بتحب تسمع بس ما بتحبش تتكلم كتير. بس انا حبيت اجيب لكم نموذج عايش براحته، نموذج ما حدش بيغصبه على حاجه، واجهت اهلها واخطائها وكل حاجه لحد ما عرفت الصح، عرفت الصح من الغلط. ادوها الثقه، خلاص عرفوا ان بنتهم قد المسؤوليه، بنتهم قد ثقتهم، فخلاص سايبينها براحتها تلبس حجاب ما تلبسش حجاب، هتسافر بره لوحدها، خلاص وافقوا ان هي تسافر. ف بقدم لكم حد بيحاول يعمل حاجه، بيحاول يحقق ذاته، بتحاول تكون شخصيه، بيت خاص بيها لوحدها، تقدر بعد كده تبني عليه حياتها لقدام، متجوزه او مش متجوزه، بس بتحاول تحقق حاجه في حياتها، مش مستنيه تتاخد من الايد مش دي مستنيه تتحط سند، انا للايد دي سند نفسي. وخلاص. برافو عليك، انا فخور بيك يا اسماء، فخور ان انت حبيبي طلعت معايا، وانا بموت فيك. وبحبك جدا، وانا وفخور كمان. بصداقتك. واتمنى نكون قدمنا لكم النهارده حاجه كويسه، انا حاجه تنفع. بنقدم حاجه بطريقه كوميديه وبنهزر، بس بنحاول يكون في رساله في الكلام. بنتمنى لكل بنت انها تبقى قويه وتحقق اللي هي عايزاه، نتمنى لكل بنت تاخد حقوقها كويس، تمارس حريتها. انا مش مع الشخص اللي كان كاتب الحريه ليها حدود ومش ليها مين حدود، هي ما هتحط تبقاش حدود؟ حريه لو ليها حدود اصلا. هي مش عارف الحدود دي بتتاسس على انهي مبدأ بالظبط، بس هو كل واحد له حريه مطلقه في حياته، اي بني ادم ولد او بنت له حريته المطلقه. دميانة وانا بتقول لك مبسوطه اني شفتك، انا ونهى بموت بتقول لك فيك. بحبك يا اسماء، ويقولوا لك برافو عليكي. ليلى بتقول قدمت لنا طبق يا مهلبيه ليلى، بالزبيب. يا وليه بطلي معاك، يا وليه يا بطلي ليلى يا معاكسه بقى، يا قمر، وليه انضجي جايالك. بقى. انتوا نورتونا يا جماعه والله ان انتوا اتفرجتوا علينا، ما نتحرمش منكم، انتوا عيلتنا، اصحابنا، حبايبنا. ان شاء الله نقدم لكم كل اسبوع حاجه كويسه، وهجيب لكم اسماء تاني عشان اسماء النهارده مش ما كانتش عايزه تطلع، ما كانتش في الفورمه. هجيبها لكم تاني، وان شاء الله الخميس الجاي هجيب لكم رشا، او برضه هحدد هبقى اعمل اعلان قبلها. حبكم جدا، شكرا ان انتوا قعدتوا معانا الوقت الجميل ده، بموت شكرا يا فيك. اسماء، ما تحرمش منك ومن صداقتك الجميله، وتصبحوا على خير، هتوحشونا. باي. باي. خير كل أصحابي وحبايب قلبي، كل مساء سنه ومساء الخير والسعاده.